مساء الخير على مصر، مساء الإشاعات ومساء الحقائق. النهاردة الأربعاء المقبل هيكون العيد، فمش هيكون هناك لقاء معاكم غير يوم الأحد المقبل في الساعة 9. هيكون ده آخر لقاء معاكم في شهر رمضان الكريم، وبعد كده هنعود مرة أخرى حد وأربعاء في 10:30. وما تنسوش وانتوا بتدعوا كل أفراد الأسرة المصرية والعائلة، ما ننساش إن احنا ندعي دائما لمصر. حلقتنا النهارده مع ضيفه، وهي دايما ضيفه عزيزه على البرنامج. اخر لقاء معاها كان هناك بعد كده تعليق من باسم يوسف في امريكا، وعمل تويته من خلال شهيره جدا، واتكلم على الكلام اللي كانت بتتكلم فيه وطرحته هنا من خلال البرنامج. وانا سعيده جدا انه دائما هناك حراك سواء عند باسم او عند غيره من خلال الكلام اللي بيتقال من خلال البرنامج، لان ده معناه ان احنا بيهمنا جدا ان احنا نصل الى الحقيقه، وبيهمنا جدا ان احنا بعد الامن القومي المصري والعربي هو ده هدفنا للقضاء على الاشاعات. 30 يونيو ده حدث مصري أصيل وثورة مصرية اجتمع عليها الجميع، وكلنا سعداء بيها، لأن احنا ما شاركش فيها البعض ولكن شارك فيها الكل أو المعظم. وبالتالي هناك فرق كبير جدا بين ما بنقول إنه حركة أو دعوة وبين ثورة شعبية مصرية. طلعت إشاعات كثيرة جدا، واتقال هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وطبعا في الآخر كلها طلعت مش إشاعات ولكن طلعت أكذوبة. لكن يهمني جدا نقول إنه لا تزال حتى الآن هناك كثير من المحاولات، السم في العسل، السم من خلال انطلاق كثير من الشعارات وكثير أيضا من الأعمال المخابراتية اللي بيهمنا جدا احنا نكشف عنها. بيسعدني يكون موجود معاكم ومعانا الأستاذة سمية زين العابدين ومديرة تحرير جريدة المساء، ويهمني النهارده أنا أعرف منها الجديد، خاصة إنه بعد ترحيل ليليان طبعا طلعت كثير جدا من الاشاعات حول هذا الموضوع، وابتدى يتقال كلام كتير جدا، وابتدى يتقال ان هناك قانون الاعلام سوف يطرح على المجلس اللي خد اجازه ومش هيرجع غير بعد يوم 17/7، وبالتالي القانون تم تاجيله. هنشوف اين الاشاعه من الحقيقه معاها. مساء الخير وكل سنه وانت طيبه. مساء الخير وكل سنه ومصر حبيبتي وحبيبتك وحبيبه الشعب المصري كله طيبه. كل سنة وقواتنا المسلحة الباسلة طيبة، وكل سنة وقوات الدفاع الجوي اللي بيحتفلوا بكرة بعيد الدفاع الجوي 30/6 إنشاء حائط الصواريخ اللي حطم وكسر الذراع الطولة للعدو الإسرائيلي. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. بنقول لجيشنا كله كل سنة وانت طيب. بنقول لشرطتنا الباسلة كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية طيبة. ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام الجليلة العظيمة اللي الناس تبتهل فيها بالدعاء لأنفسهم أن يبتهلوا بالدعاء إلى مصر، لأن المخطط ما زال وكبير، نكون أو لا نكون. أنا دايما بقول إنه الدعاء لمصر والدعاء للجيش، وأنا فخورة إنه يعني والدي حارب في حرب أكتوبر وكمان دفاع جوي، فأنا عشان كده ببقى سعيدة جدا إنه أنا بتكلم النهارده بقول تحيا مصر وتحيا الجيش المصري ويحيا أيضا الدفاع الجوي، لأنه لما بتكوني معاصرة كل القصص والحكايات اللي بتحدث في الدفاع الجوي بيبقى ليكي شعور آخر غير أي بنت مصرية أخرى. لكن أنا النهارده أتكلم معاكي عن المخططات. يعني أنا عايزة أبدأ بس بحاجة، وهي انه لما حدث ما حدث بالنسبه لمصر في كثير من بعض العمليات اللي حدثت بالنسبه للطيران المصري في اكثر من مره، شفنا ما حدث في الخارج، شفنا دلوقتي ما حدث في الطياره الامريكيه في مطار لندن، شفنا انه ما يحدث الان في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، شفنا ان اسكتلندا بتطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ولكن بتوافق عليها بشرط ان هم ينفصلوا عن بريطانيا. يعني الفتره المقبله سوف نشهد كثير من نقدر نقول زي التقسيم اللي هم عايزين يعملوه في الوطن العربي، ابتدى يصل الى التقسيم بالنسبه لبريطانيا العظمى، ان اسكتلندا الان عشان تنضم للاتحاد الاوروبي لابد لها ان تنفصل رسميا. شايفه ده ازاي؟ ده معناه ايه؟ شوفي انا هقول لك انا شايفه ايه، بس اسمحي لي ان انا اقول حاجه جميله جدا. انت والدك حارب في 73 وكان دفاع جوي، وانا عندي اكتر من شهيد في 56 والاستنزاف في 73.
والنهارده انا وانتي بالمصادفه لابسين لون العلم بتاع الكليه الحربيه بالظبط، اللي اهداه الرئيس من غير ما نتفق تماما. نتفق. يعني انا لابسه ده وانا حاطه في اعتباري ان بكره 30 يونيو، فلابسه اسود في احمر، وهو لون العلم بتاع الكليه الحربيه الذي اهداه الرئيس جمال عبد الناصر، الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله عليه، واداهم الشعار بتاعهم. نرجع بقى للكلام بتاعنا المهم، وهو ان المخطط، والنهارده ازاي بريطانيا بتنفصل عن الاتحاد الاوروبي. انا عايزه اقول للناس هي بريطانيا مش كانت الدوله التي لا تغيب عنها الشمس، الامبراطوريه. خروجها ده في التوقيت ده يعني عده حاجات، وده شغل استخباراتي، خاصه انها بدات تلعب من عده سنين وترجع تاني بكل قوه، لان هي اللي انشأت واتولد على ايديها جماعه الاخوان الارهابيه. بريطانيا النهارده بتعود عشان ترجع تقود العالم، لانها تعلم جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه بسلطانها وكدوله عظمى الكيرف بتاعها بينزل وهتنهار وهتتفكك. ويمكن الكلام ده قلته انا في 2012. ده كتير جدا من القوى السياسيه قالت انه بدايه انهيار وتفكك، بس هياخد وقت، هياخد وقت. هياخد وقت، فلازم النهارده بريطانيا ترجع نفسها كدوله عظمى ليها الكاريزما التي تقود العالم عشان ترجع من جديد. بس هنعمل حلقه عن الموضوع ده، لانه في ناس لها وجهه نظر اخرى انه ده بدايه اقتصاديا وهيكون له تاثير، وانه يعني فاهمه اقصد ايه، يعني ده موضوع بقى ايه هناخده لوحده. انت شايفه انه العكس، انه خروج بريطانيا من هقول لك ليه. بريطانيا لما بتخرج النهارده من المعادله الاوروبيه عشان توجد كيانها وتعود لقوه، ليها شواهد قدمتها قبل ما تتخذ هذا. بس خدي بالك ان توني بلير ضد هذا الموضوع، يعني هو بيعتبر ان دي نهايته، لان هو اعتقد قال ان هو هيقدم استقالته لو هي تم موافقه على انها تنفصل عن، فبالتالي يعني عايزه اقول انه توني بلير اعتبرها ان دي خساره له وان ده مطلب شعبي، اذا بالتالي مخالف للي انت بتقولي انه ده كان عمل مخطط مخابراتي. الشعب برفض المخطط ده، ولا المخطط المخابراتي هو اللي حرك الشعب؟ هو اللي حرك الشعب بالاجهزه الاستخباراتيه. وخليني اقول لك الشواهد بتاعتها. بريطانيا في السفاره والسفير البريطاني منذ ان جاء الى مصر الجديد في الفتره الاخيره كان ليه تحركات مريبه. ذهب لاسكندريه، ذهب للنوبه، وبدا يشتغل شغل غريب. ولسه من حوالي 20 يوم 25 يوم التقى بمجموعة من الصحفيين المصريين في قلب السفارة، وكانت مطلب منهم ان هم يشددوا في مقالاتهم على موضوع المصالحة مع الإخوان وضرورة انها هم استقبلوا بعض الإخوان في بريطانيا الفترة اللي فاتت، وقال لهم ان بريطانيا ستستقبل مجلس العموم مجموعة من الإخوان للضغط على الحكومة المصرية، وبالفعل حدث. طيب هي بريطانيا عملت كده بس؟ لا، بريطانيا النهارده جابت الجماعه لان المعقل بتاعهم في بريطانيا، وبدات تؤنبهم في الحادثه الشهيره اللي بتاع الملهى الليلي بتاع المثليين في الولايات المتحده الامريكيه، وحصل فيه انفجار وناس ماتت واتقتلت، وعاتبوا الجماعه الارهابيه بانها ما طلعتش استنكرت هذا، وبالفعل لحقوا انفسهم بعد هذه التوبيخات من قبل أجهزة الاستخبارات الإنجليزية، وقاموا فعلا ببيان يستنكروا فيه هذا. بريطانيا حاليا، وأنا بتكلم معلومات، وأنا بقول معلومات مش بتكلم تكهنات ولا تحليل سامية زين العابدين، لا معلومات، إنها وضعت لتلك الجماعة إعادة هيكلتها من جديد وإعادة الخطاب بتاعها من جديد. واحد، الاهتمام الجمعيات الأهلية والاجتماعية، الاهتمام بشؤون المرأة، الاهتمام بشؤون الطفل، والأغرب من هذا الاهتمام والاعتراف بالمثليين. إذن أنت أمام
تجديد ومحاولة اختراق لوضعهم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع الآن الخطط لعملية اختراق غير عادية داخل الحكومة المصرية. بمعنى لما نشوف النهاردة ان القنصل بيقوم بعمل اختراق لوزارة الثقافة والمراكز الثقافية على مستوى المحافظة وتقديم الثقافة الأمريكية لشبابنا في القرى والنجوع والمحافظات، هذا شيء في غاية الخطورة. لا يعني تقولي لي يعني دلوقتي بتقولي الثقافه اللي عمل ده بريطانيا، ازاي هيقدموا الثقافه الامريكيه؟ مش فاهمه. لا انا بقول لحضرتك انا ده السفير البريطاني اللي عمله ده كويس. مع البتاع ده بقى الملحق الثقافي الامريكي اللي موجود في اسكندريه في القنصليه اسكندريه وضع برنامج تماما عشان اختراق لكسور الثقافة على مستوى المحافظات، بمعنى انه بيطرح افكار كتب امريكية. الفكر الامريكي اللي بيحاولوا يخترقوا بيه تمام زي اختراقات الدراما اللي موجودة دلوقتي، ما هي بتخدم على نفس الفكرة، هي فكرة واحدة كلها بتخدم شبكة عنكبوتية متماسكة مع الأسف الشديد. عملية الاختراق للثقافة المصرية، وأنا بوجه كلامي للسيد وزير الثقافة أن ينتبه لما يخطط، لأن هنا عناصر مصرية تابعة لتلك الدولة الاستعمارية لتنفيذ هذا المخطط. ليه؟ أنت عايزة تكسري هوية الشعب المصري، عايزة بأي شكل تضربي الجبهة الداخلية المصرية. هتضربيها ازاي؟ من خلال الفكر الثقافي، من خلال اعلام مأجور، من خلال فن هابط يتقدم للمواطن المصري. بس ناخد كذا حاجه. اولا بالنسبه للاعلام المأجور، الاعلام المأجور ما اقدرش اقول بس ان هو اللي بيخرج على الشاشه، اللي بيخرج على الشاشه هو اللي بيتكتب في الصحافه بالقلم، يعني شبكات التواصل بالظبط. يعني اذا ده قانون الاعلام هيتم، يعني هيعرف، مش هنقول انه يقضي، ولكن هيعرف يفرمل شويه، هيعرف يراقب شويه، هيعرف يحد شويه، لكن القضاء خالص نهائيا احنا بنضحك ما بس ينفعش. عايزه قبل ما نخش للاعلام اكمل الجزء المخطط. هناك خطه تم وضعها سيتم القيام بها بكل قوه داخل مدارسنا، وانا بوجه كلامي لاولياء الامور داخل المدارس سواء الاعدادي او الثانوي من تلك الجماعه المؤيده من اجهزه الاستخبارات اللي وضع لهم خطه لاختراق التعليم في مصر وعقول شبابنا وولادنا، المرحله الاعداديه، المرحله الثانويه، الجامعيه، وده مؤشر في غايه الخطوره. يجب ان بلفت نظر الدوله، واعتقد ان الاجهزه الامنيه اللي انا بقوله ده اكيد عندهم معلومات، ولكن انا بقول ده للمواطن المصري عشان يبقى فاهم. بس هقولك على حاجه، حضرتك رئيس للقسم العسكري في الجمهوريه، اذا بالتالي حضرتك عارفه ان انت قريبه جدا من الاسلوب وبتحضري كثير جدا من الاشياء للقوات المسلحه، فيهمني جدا برضو انه أظهر للناس الجانب القوات المسلحه اللي بتأدي دور في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت كمان بقول لا ان في مخطط انا وانت لما نقوله غير لما يوصل انك انت ده زي ما بتقولي لي انه بيصل الى كذا وكذا وكذا. لازم يكون هناك ادله، لان احنا ما بنطلقش كلام وما بنطلقش اشاعات، يعني انا مصدري برنامجي القضاء عليها مش اللي انا اطلقها. اتفضلي. انا شوفي بصي، انا لما بتكلم انا واثقه كل الثقه في كل معلومه بطلع اقولها لاني عندي مصادرها، ومصادرها رجال كبار في السياسه في تلك الدول ضد سياسات بلادهم وشواهد خطيره على الارض. بدات بعمليه تسريبات الامتحانات اللي احنا شايفينها مع الاسف، وهتستمر محاوله ضرب عقول شبابنا زي ما قلت التعليم الموازي. يعني انت عايزه تقولي انه من خلال التعليم الفتره اللي مقبله طبعا والثقافه ومن خلال التعليم، هم قبل كده كان الاعلام والفن، دلوقتي وبالنسبه لك للفن. احنا دايما بنقول انه الفن ده بيبقى منتج وبيبقى مسلسل وبالتالي ما بنفكرش ان يكون هناك سم في العسل.
يعني احنا بنتخيل ان الاحباط اللي موجود، بنشوف العناصر اللي احنا بنشوفها على من فكره خلال انا ما بشوفش ولا مسلسل ولا حلقه ولا انا ما شفتش خالص. ولا مسلسل يعني ما بتفرجش عليه خالص. نفس. لكن هل بتعتقد ان الدراما اللي هي موجهه اللي احنا بنسمع عنها وبنشاهدها مع الناس، تعليقات الناس وتعليقات النقاد، ان ده ايضا مخطط ولا بيتم لانه المقاول او اللي انا بقول هنا المقاول مش المنتج عايز اشباه ابطال بطريقه يعني بعيده كل البعد عن الواقع، لكن هو مش بيقدمها عشان هو فكره انه يهد في الهويه المصريه على قد ما بيهدها عشان هو غاوي يطلع بطل او يكون طلع الحواري. مش عارف. لا للاسف الشديد انا بوجه اتهام لهؤلاء الذين تعودوا على مدار السنوات الماضيه لهدم القيم المصريه وابراز المراه في صوره العاهره والخائنه، وشبابنا اما بياخد حقن او اما بيشم او اما بيضرب اقراص. البلطجه بكل الاشكال زرع ان هذه النوعيات تكون مصدر ثقه شبابنا وان ياخدوهم قدوه. مع الاسف الشديد هذه كارثه تم التخطيط لها بعنايه، لان النهارده انا برجع الشعب المصري، انظروا الى ما حدث في صربيا، انظروا الى ما حدث للثورات الملونه عشان تفتكروا. تم اختراق هذه الدول من خلال ايه؟ الاعلام والفن. الاعلام والفن ثقافات دخلت هدمت هذه الدول وهدمت هذه الشعوب. هذا ما يحدث ويحاولون ان يفعلوا به في مصر. ثقافات، التعليم، الفن، الإعلام مع الأسف الشديد زميلتي، وأنت تعلمي وأنا أعلم جيدا. إذن النهاردة عمليات التشكيك وعمليات كم الإشاعات المغرضة التي تتناولها الأقلام، بعض المذيعين والمذيعات، بعض شبكات التواصل، وما أكثر شبكات التواصل التي تخدع الناس. كويس. عشان كده لما بتكلم بقول ان مش يعني النقطه دي هتفضل نعاني منها الا لغايه ما يصدر قانون الاعلام والهيئه العامه للاعلام والمجلس الاعلى للاعلام. خليني اقول لك يعني ده كله ده هنتكلم فيه لما يبتدي نشوف نناقشه بعد اجازه مجلس النواب. نيجي بقى نتكلم في نقطه. اصل مجلس النواب بيناقش نقطه محدده ليس القانون. القانون هياخد فتره لانشاء المجلس الوطني للاعلام، ولكن فكره هذه الماده اللي توافق عليها من 324 نائب عشان يتعمل مجلس اعلى للصحافه مؤقت، يتم من خلال هذا المجلس الاعلى تشكيل رؤساء مجالس ادارات الصحف، رؤساء تحرير وليس الاعلام. طب بس انا تبقى عايزه اتوقف عند الجزئيه دي. الجزئيه دي لها بتوصل للمتلقي او بتوصل للشعب بطريقه اخرى، بمعنى ان كل حاجه لما بيكون الاخوان بيستغلوها يقوموا رايمين يقول لك ايه، اصل القياده السياسيه مش عاجباها رئيس او المجلس الاعلى للصحافه فقالوا للمجلس النواب انه يعمل كده. انا دلوقتي عايزاك انت وانت جوه هذا العمل بالظبط وعانيتوا في الموضوع ده وكنتوا بتعانوا من النقابه وكنتوا بتعانوا ووقفتوا موقف ونعاني من رؤساء تحرير ورؤساء التحرير. لا وكنتوا في موقف النقابه لما حصل ما حدث ما بين النقابه وما بين الصحفيين. هل ده بقى رغبه الاعلاميين، رغبه الصحفيين خاصه، مش احنا مش موجودين في المجلس الاعلى للصحافه، هل انتوا ده ابداء رغبتكم؟ مش الصحفيين اللي موجودين جوه مجلس النواب، مش ال300، ده فعلا رغبتكم انه يتم هنقول حل فض اختيار مجلس الاعلى للصحافه؟ ده اختيار لكم مش مفروض، ومش القياده السياسيه اللي عايزاه عشان كفانا ان احنا نرمي كل حاجه اقول لك اصل هو عايز اصل هم عايزين. خليني اقول لك يعني دي اشاعه محققه حاجه تقوليها لي. لا شوفي بصي، احنا يمكن وانا يمكن كنت بقود هذا الموضوع من 6 اشهر، كنت لوحدي في ضروره عمل لاسقاط نقابه الصحفيين وسحب الثقه منها. كويس ده فاكره. ويمكن ما كانش في ناس متحمسه لهذا الموضوع في الوقت ده، لكن انا كنت بتكلم فيه واتكلمت فيه في عده قنوات واتكلمت فيه في الاذاعه وكتبته على صفحتي.
لان لما جيت اناقشه في الجورنال رئيس تحريري لغى المقال اللي انا كنت كاتباها. وبالتالي لما جت موقف نقابه الصحفيين المزري مع الاسف الشديد في موضوع وزاره الداخليه والتهكم على الوزاره وقيام عدد من النقابات لكسر وزاره الداخليه من جديد، فهذا هو مخطط عشان بقى تتكسر وزاره الداخليه فتقع الدوله المصريه، وهذا لن يكون. تمام؟ فبدانا نكون مجموعه انا وحوالي 19 او 20 واحد او 21 واحد، جبهه تصحيح المسار. وبدانا نكلم الصحفيين، ويمكن احنا قلنا احنا الجبهه محدش فينا هينزل الانتخابات عشان محدش يتصور ان انتوا عايزين بنعمل الكلام ده عشان احنا لا، احنا مش طالبين مناصب تماما، واحنا لو كنا من اصحاب مناصب كنا سعينا ليها من 2011، لكن نحن مع الوطن ولسنا ضد الوطن. تماما؟ فبالتالي صوتنا مع صوت الشعب المصري الذي هاجم لاول مره الصحفيين وخد موقف قوه بالظبط، وما زال هذا الموقف الشعب المصري ياخذه من الصحافه ومن الاعلام عموما. كويس. فكانت هذه نقطه تحول، ان احنا نجبر البرلمان في موقف وطني يتعلق بالامن القومي المصري. لم نرى ابدا شيء مزري ان يتعامل هذا الاعلام بهذا الشكل مع القضايا القوميه. مصر في مرحله حرب، فبالتالي حركنا وجدان الكثيرين، ومجلس النواب هو من الذي اختاره الشعب. فبدأ مجلس النواب يفكر في هذا الموضوع، وبدأ 324 عضو يجمعوا التوقيعات بضرورة، وحان الوقت لهذا المجلس. كويس. بس هو المفروض ان هو في اليوم ليه حولوها لرئيس السيسي لما هم 300 ليه ما اصدروش جوه المجلس وهم اللي مسؤولين عن التشريع ان هم يعملوهم ويطلعوا مشروع قانون ويتم الموافقه عليه؟ وليه رجعوا بيها لرئيس السيسي اللي رئيس السلطه التنفيذيه، برغم ان هم اصلا المفروض ان السلطه التشريعيه عندهم؟ سيدتي، هناك الكثير من اللغط الذي نراه مع الاسف الشديد. انا بقول هنا عشان ما يبقاش يتقال اصله عرضناه. طب ما انتوا عندكم القدره انكم تعملوا مشروع القانون، ليه بترموها على رئيس السلطه التنفيذيه عشان يتحط في موقف ان هو اللي حل المجلس، او هو اللي غير، او هو ده اللي جاب مجلس تاني اعلى للصحافه؟ ده اللي بنتكلم فيه. الرئيس اساسا مع الاسف الشديد، يعني انا والله رئيسنا الله يكون في عونه، انا حاسه انه بيشتغل لوحده، عمال يجري عشان البلد، والناس التانية ماشيين زي السحلفة. ناس كتير جدا بتحط كل شيء على عاتق الرئيس. بالظبط. تجار يغلوا الاسعار يبقى الرئيس، ناس ما عندهاش ضمير يبقى الرئيس، عمليات غش في وزارة التربية والتعليم من بعض الإخوانجية واليساريين و إلى هذا ما شابه يبقى الرئيس. يا جماعة حرام. لا، هو في نقطة مهمة عايزة أقول أن الرئيس مسؤول من خلال اختياره للحكومة ومجلس الشعب بيعمل إيه؟ ما هو ده اللي أنا بتكلم بقى، مجلس الشعب هو اللي يحاسب الحكومة. تمام. هو اللي دوره إنه يحاسب. النهارده كان في خناقة في مجلس الشعب عشان الموازنة، ونواب 2 نواب، ودي مش أول مرة اتخانقوا سوا مع بعض. فما كان من السيد رئيس مجلس النواب إلا إنه يرفع الجلسة عشان هذا الهرج اللي حصل ويأجلها اليوم 17. طيب، وبرده شفنا خناقه من يومين على تسريب برده بين اعضاء مجلس الشعب من عضو لعضو اخر، ونشر فيديو بيقال برده بيشاع انه هيحصل فيديو اباحي، فيلم اباحي او فيديو اباحي برده يتم في مجلس. وده اللي يخلينا بتكلم انه خلافات الداخليه الكثيره بينهم مش المفروض تكون مع ناس، لان هم المفروض هدفهم كلهم ان يجتمعوا لمصلحه المواطن. وده يخليني بقى اتكلم على هنا انه جزئيه انه مش كل حاجه بيرموها على الرئيس، لانه المفروض يؤدي دوره لا يؤديه، وبالتالي كله بيترمي انا اعتقد ان يوم 17 هيتم مناقشه الكلام ده. اعتقد ان لجنه الاعلام والثقافه هي اللي ستقوم يعني ده وجهه نظري وليس معلومه. طبعا انها ممكن هي اللي تشكل رئاسه الرئيس مثلا، تسمي رئيس، لان في اكتر من سيناريو، 3 سيناريوهات لهذا الموضوع المجلس حاططهم.
فاعتقد ان المجلس سيأخذ على عاتقه ان هو يتم اختيار المجلس، او ان ممكن يختاروا رئيس المجلس والرئيس. اصل انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان كفانا ان احنا نرمي على الرئيس السيسي مسؤوليه اصله ضد الحريات، اصله ضد انه مش عايز. وانت تعلمي كويس قوي ان الاخوان والطابور الخامس بيستغلوا طبعا. اي حاجه تصدر طبعا. فبالتالي وده بقى اللي يخليني اتكلم على موضوع ليليان. ليليان ده نموذج، مش هتكلم عنه هو كشخص ليليان، انا بتكلم على نموذج انه ناس كتير جدا كانت بتنادي انه هناك طابور خامس في الاعلاميين، وكان بيطرح هذا الاسم. ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه ليه بنتأخر انتوا كاعلاميين؟ ليه ما بترفضوا او ما بترفضوش بمعنى اصح انه تحاولوا تصححوا مساركم من داخلكم؟ وان اذا كان هناك اخوان في كل اجهزه الدوله فهناك ايضا طابور خامس واخوان طابور خامس ويساريين وكل ليه ما بيتمش بالظبط. يعني قصدي اقول انه ده هيتم هل من خلال نقابه الصحفيين اللي هناك لديها مشاكل والان بيتم اجراء تحقيق مع محاكمه، ولا هيتم مع مجلس الاعلى للصحافه اللي لسه هيتم؟ يعني شايفه ازاي؟ شوفي، اولا لازم المجلس الاعلى اخطا اخطاء جسيمه وهو فاقد لشرعيته منذ عام. بمعنى عشان بس نشرح للساده المشاهدين ازاي فقد شرعيته. فقد شرعيته، المفروض انتهت تماما صلاحياته منذ عام وفقا للقانون والدستور. كمان هل اي قانون او تعيينات صدرت من خلاله؟ كان المفروض ان هذا المجلس الذي قام بتعيينه السيد البرادعي قبل ان يرحل، ويعني نسعد برحيله تماما، فهذا المجلس كان المفروض تم تغييره وحله فور صدور الدستور وتعيين آخر. ولكن لأسباب عديدة الدولة المصرية كانت في مهب الريح بعد ثورة 30 يونيو، وبالتالي كان في حاجات موازنات وموائمات ما كانش ينفع. في حاجات يعني الناس بتلوم الرئيس انه الفاسدين والفساد، لا، الرئيس عارف في فساد غير عادي وهو قالها، بس يا جماعه ما ينفعش كل حاجه اب تو ديت ناو، لان مع الاسف الدوله ممكن تقع. في توازنات بتتم وفي اولويات مهمه بتتم، لكن انا اطمن الشعب المصري ان كل من اخطا في حق هذه الدوله العظيمه مصر، في حق جيشها، في حق شرطتها، في حق قضائها، والله سيحاسب. طب انا بقى برجع تاني لنقطه مهمه جدا وكنا بنتكلم عنها، انه الفتره بتاعت اللي فاتت دي كلها كانوا عمالين الاخوان يقولوا 30 يونيو، واحنا بقينا دايما في اي احتفال حتى في رمضان، شهر رمضان الكريم، ان المفروض ان هو شهر عباده ومغفره ورحمه واستغفار، ونفاجئ انه الاعمال الارهابيه بكل تفكيرهم. والحمد لله تم احباط العديد من العمليات في سيناء، والحمد لله. يعني انا برفع التحيه والقبعه للجيش المصري انه احبط كذا عمليه ارهابيه. ده يخليني اتكلم معاكي في الجزئيه الاخرى، لانه كنا بنسمع كتير جدا على 30 يونيو، والحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني هيمر بسلام وبنحتفل ومصر بتحتفل وكل المصريين بيحتفلوا بثورتهم. ده خلينا نتكلم هنا بقى عندكم كاعلاميين، لما بنلاحظ انه لسه في بعض الاحيان هنا كصحفيين انه بيتم نشر السم في العسل في بعض المقالات، بعض المانشيتات وبعض الصحف ومع الاسف صحف قوميه ومع الاسف صحف قوميه تناصب الدوله العداء وتناصب الجيش المصري والشرطه المصريه العداء. بقولها اهو، بقولها للمره المليون، لدينا صحف قوميه تناصب الدوله المصريه العداء ورجال القوات المسلحه ورجال الشرطه. طب ده خليني اقول اللي انا عايزه اقوله بس في لا، ده يخليني اقول طب ليه؟ ما هو لازم اعرف ليه. والسبب الثاني انه هل ده كانوا طول عمرهم، ولا احنا دايما يقولوا ايه ده الصحف القوميه دائما في ظهر الدوله، ده هي اللي المفروض ايد الدوله في الكتابه الصحفيه. زميلتي العزيزه، اتفضلي. أليس هناك اختراق داخل التلفزيون المصري شاهدناه واستمعنا إليه من بعض الإعلاميين؟ أكيد. نفس القصة بالنسبة عندنا في الصحافة، وعارفينهم واحد واحد وواحدة واحدة بالاسم. خليني أقول لك إن مع الأسف الشديد
كان في خلايا نايمه في مواقع كتير، مش بس اخوان، لا، يساريين، ناس وصوليين، ناس مموله. شفنا ناس كنا نظن انهم ناس وطنيه واكتشفنا انهم ممولين. وبالتالي انت النهارده الاعلام عندك مخترق. شفنا كويس جدا في كبرى صفحات الصحف المصريه القوميه الكبرى اكتر من مكان، اللي يقول لك حكومه الانقلاب واللي يقول لك نيابه الانقلاب، وتسمعي ما انزل الله عليه بسلطان في هذا الموضوع. اذا انت امام مخطط تم استقطاب الاعلام من خلال السفاره الامريكيه ومن خلال القنصليه الامريكيه ومن خلال السفاره البريطانيه ومن خلال الجامعه الامريكيه. قلنا فيها قبل كده تماما. هذا الاختراق تم على مدار عده سنوات مع الاسف الشديد، وكانت الدوله في مهب الريح، فكانت تتصدى لمين ولا لمين. فانت عندك الاعلام ده اللي موجود مع الاسف تماما، زي مثلا ليليان اللي انت اتكلمتي عنها واللي احنا ما كملناش الجزئيه ونطينا عليها. ليليان دي كانت بتشتغل فين؟ في قناه خاصه بعقد، هي اجنبيه ليس من حقها الاستمرار في مصر، انتهى عقدها بجانب اخبار اخرى، لان انا اعلم جيدا انها على علاقه وطيده جدا بسمير جعجع الذي مع الكيان الصهيوني تماما. والاغرب من هذا انها مع حزب الله اللي ضد لبنان بلدها، واللي حاجه غريبه، يعني حزب الله ضد اسرائيل ولا حزب الله ضد لبنان، ولا هناك اتفاقيات من تحت الترابيزه وادوار توزع تماما زي حماس بالظبط. اذا انت امام. لا بس ممكن الناس دلوقتي تقول لك ايه، طب ده هنا لو هي موجوده هناك، لا ده هي عندنا هنا دلوقتي، ده هيظهر كلنا، ممكن يكون ده كله موجود بس ده اختيارها او مبدا او شخصي، لكن ما ظهرش على الشاشه إزاي؟ لانها كانت بتقوم بتقديم برنامج للاسف انه بتعبر عن السياسه المصريه. فهماني وجهه نظر ايه؟ وهي ليست مصريه، وهي ليست مصريه. ومن رئيس تحريرها يا زميلتي العزيزه الاستاذ خالد البلشي، وكيل بتاع ده رئيس لجنه الحريات في النقابه، اللي وقف يشتم قواتنا المسلحه يسقط حكم العسكر على سلم النقابه، واللي قال زي ما اسقطنا مبارك واسقطنا مرسي هنسقط الرئيس السيسي. ده من عده من فتره. اذا انت امام مخطط جهنمي تقوده السياسه الامريكيه والبريطانيه والصهيونيه العالميه ضد وتفكيك الدوله المصريه. طب شوفي حضرتك كده السيد رئيس حزب مصر القويه عبد المنعم ابو الفتوح الذي يقود حمله للهجوم على مصر عشان موضوع المفاعل النووي بتاع الضبعه وتفتيت هذا المشروع. هو مين اللي صاحب مصلحه ان المشروع ده ما يتمش؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ قال إيه قال لك هذا المشروع لابد إنه ما يتعملش، وده بيؤثر على الدولة المصرية وعلى اقتصاد مصر، وهذا مشروع وهمي ويجب إيقافه. ومعه بعض الناس التي تردد هذا الموضوع. إذا أنت أمام مخطط يشترك فيه مجموعة من السياسيين الذي تسمي أنفسها سياسيين، مجموعة حزبية، نشطاء، أساتذة في الجامعة، التيار المتأسلم، التيار اليساري، التيار الأناركي الذي يرفض وجود دولة مصرية. عندما تجتمع هؤلاء جميعا مع أجهزة الاستخبارات اللي أنا قلتها، إنجلترا وأمريكا والكيان الصهيوني، فأنت أمام مخطط. وطلعت إحدى السيدات المرشحة للرئاسة الأمريكية تهاجم أوباما، هيلاري كلينتون، ماكين، واتهمتهم بأنهم هم الذين صنعوا داعش. ده حقيقة، دي حقيقة، دي مش إشاعة. وهم طلعوا اعترفوا، ما قالوش، ما أخفوش، هيلاري قالت. إذا أنت أمام من يحاول ضرب الدولة المصرية، نكون أو لا نكون. أنا هختم اللقاء
بنكون او نكون، بس مش لنا احنا بنقول الكلام ده بنوجهه على لسان الاستاذ سمير زين العابدين مدير تحرير جريدة المسا، على لساني، على لسان كل مصري وطني بيشعر بانه عليه مسؤوليه وطنيه، بانه لابد ان يشارك في الحرب. واذا كان جيشنا بيحتفل غدا بالدفاع الجوي بيوميه، فانا بقول لكل الابطال المصريين سواء في الجيش المصري او في الشرطه، او ايضا كل مواطن بسيط من اصغر فلاح او اصغر عامل الى اكبر موظف، كلنا نعمل من اجل مصر، كلنا لابد ان نشارك في معركه نكون او لا نكون. من النهارده لغايه يوم الاحد المقبل، واليوم الاحد هيكون اخر لقاء بيكم في رمضان، وبعد كده هنلتقي بعد العيد ان شاء الله في موعدنا الجديد في الساعه 10:30. ولكن يوم الاحد هتكون حلقه هامه مع الدكتور خالد رفعت، لان هناك كثير من الحقائق لابد من القاء الضوء عليها، ايضا من الاشاعات اللي احنا لابد ايضا من القضاء عليها. فكونوا في انتظارنا يوم الاحد المقبل الساعه 9 ان شاء الله عشان وقت البرنامج. طب ادعوا لمصر يا مصريين، ده اكيد، يا ذا الجلاله والاكرام، يا ذا الجلاله والاكرام. ان شاء ربي الله باذن الله. احفظ مصر يا رب، واحفظ جيشها وشرطتها، واحفظ رئيسنا يا رب. دايما بقول لكم ما تنسوش ان احنا في العشر الاواخر من رمضان واحنا بندعي، لابد ان احنا ندعي لمصر وتحيا مصر، واشوفكم على خير ان شاء الله يوم